السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت بقى لو لسه ما اشتركناش نشترك في القناة ونفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. فعايزين بقى ايه، يعني لايكات كده كتير 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 على الفيديو ده. وقايل ان هي نازله ترحب بيكم بنفسها. طبعا هي الكاميرا كانت مخيلها شويه، فكل شويه بقى تيجي ويعني كانت بتعمل حركات كده قدام الكاميرا. بصوا كنت بفطس على نفسي من الضحك. طبعا انا مش منزله المقاطع دي كلها بصراحه عشان ما اطولش معاكم الفيديو، بس لو عايزين بقى خلف الكواليس وعايزين رونزا وايلين اوريكم بيعملوا ايه من خلف الكواليس يعني. فقولوا لي بقى واكتبوا لي في التعليقات، وانا من عيني يعني هظبطكم يعني. بصوا هتضحكوا ضحك السنين. يلا بقى اللي لسه ما اشتركش ينزل يشترك على طول كده من كلمة الاشتراك اللي هي باللون الاحمر تحت الفيديو، وجنبها جرس كده صغنون دوسي عليه. هيطلع لك 3 اشعارات، هتلاقي اول اشعار مكتوب عليه الكل، اضغطي عليه عشان يظهر لك كل فيديو انا بنزله يظهر لك بيه اشعار. تمام كده، وتتابعيني اول باول. طبعا الروتين بتاعنا النهارده ده تكمله الروتين بتاع امبارح. انا خلصت خلاص الشقه زي ما وريتكم ونضفتها، وجبت بقى ايه الغسيل. كنت غاسله يعني شويه غسيل كده، يعني شويه غسيل صغيرين. كنت غسلاهم من قبلها يعني اليوم اللي قبليه بالليل، فنشرته وبيته على الحبل كده، ولميتهم على طول تاني يوم الصبح على طول اليوم اللي انا نظفت فيه الشقه. فطبعا انا قبل ما انضف كده الشقه لميت الهدوم من على الحبل، وقلت بقى ايه هطبقها بس بعد ما اروق الشقه الاول عشان اقعد كده براحتي واطبق براحتي كده ما يبقاش ورايا حاجات كتير. طبعا الحاجات بتجر حاجات وكده، وانا كان بقى في مخيلاتي كده اللي انا يعني خلاص بقى خلصت وهقعد بقى اطبق بس شويه الهدوم واعمل الاكل وخلاص. ولقيت نفسي دخلت في كذا حاجه، مع اني قلت انا مش هعمل كده وبرضو عملت مش عارفه ليه. فهو وسواس بقى زي ما انتم عارفين يعني. المهم انا هنا قلت اطبق بقى الهدوم. خليكم كده معايا للفيديو الاخر وهتشوفوا بقى عملت ايه. شو زي ما انتم شايفين بقى الاستاذه ايرين كل شويه تيجي قدام الكاميرا واشيلها. يعني انا قمت 70 مره في الفيديو ده، في الفيديو ده بالذات وقت ما انا كنت بطبق كده الهدوم. وهي بقى يا حبيبتي جايه بقى عشان عماله بقول لها انا زعلانه منك، انا زعلانه منك اللي انت كل شويه تضايقيني وترخمي عليا. فراحت جت بقى ايه، جايه تحضني كده بقى الحضن الجميل ده. واللي هي بقى يعني هي ما بتعرفش تتكلم يعني الا بابا وماما بس كده، ممكن تقول لا حاجات بسيطة يعني، ما بتعرفش تتكلم عامة قوي. فاللي هي بقى ايه تعبيراتها وحركاتها معايا بفهمها يعني. طبعا اي ام بتفهم عيالها وكده. فهي بقى جايه تصالحني وتحضني الحضن الجميل ده، اللي هو يعني ايه ما تزعليش مني يعني بتراضيني. فربنا يا رب يجبر بخاطرها كده زي ما هي ما بتجبر بخاطري، وربنا يهديها ليا وتقعد كده وتبقى بنت ناس عشان نكمل الفيديو على خير. المهم بقى ايه، طبعا انا قلت بقى اطبق الهدوم. كان عندي شوية هدوم كده صغيرة، يعني قلت بقى اغسلها. انا طبعا بغسل الهدوم اول باول، ويوم يوم ويوم كده بغسل، وممكن اغسل يومين ورا بعض لو الهدوم يعني كتير او غيرنا كتير او مثلا كنا خارجين وكان عندنا مناسبة كده، يعني على حسب ظروف ايه اليوم بالظبط. آه طبعا انا طبقت كده الهدوم الكبيره كلها، وهبتدي اطبق بقى الهدوم اللي هي عايزه تتطبق، والهدوم اللي مش عايزه تتطبق اللي هي مثلا هتتعلق على الشماعه مش هطبقها طبعا، هسيبها في السبت وهخلص كله. وبعد كده هرص الهدوم. بس بصراحة أنا ما رصيتش في نفس اليوم، أنا رصيت اليوم اللي بعديه لأن أنا كنت ورايا كذا حاجة في اليوم ده. فزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اليوم كان طويل وكان يوم تعب. فبجد يعني انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي عملت كذا حاجة، وغير بقى الفيديو اللي فات لما عملته معاكم بداية اليوم كان ماشي ازاي. اللي لسه بقى ما اتفرجش على الفيديو اللي قبل ده تكملت يعني بداية الروتين انا عملت فيه ايه، يروح بقى يتفرج على الفيديو اللي قبل ده على طول. الروتين هيعجبكم، وفي كم تفاصيل كده مهمة يعني في قلب الفيديو، كم تفصيلة كده مهمين. يعني ممكن افيدك بيهم يعني. والفيديو كان جميل كده وكان صغير وبسيط وكان خفيف برضو. آه يلا بقى عايزين اشتراكات كتير وعايزين لايكات كتير. دعموني وارفعوا الفيديو ده. يعني بلايكاتكم هتشيروا الفيديو وترفعوه لأكبر عدد من اللايكات بقى كده يعني.
انا مش هقول لكم بقى عايزه كام لايك، يعني انتوا وذوقكم يعني الاهتمام زي ما بيقولوا يعني ما بيطلبش، الاهتمام مش بيطلب يا جماعه. فارجوكم بعد اذنكم اهتموا بيا اكتر من كده. المهم بقى انا هنا كده طبعا انا كنت الاول بطبق الملاية بعملها بنظام تاني خالص يعني. بس طبعا بقى مع الهدوم اللي بتزيد في الدولاب مع الحاجات وكده، فحسيت ايه اللي انا يعني فردة الملايات ورصهم بقى رصة العرايس مش عارفه ايه وكده، فحسيت ان هي واخده مساحه بصراحه، فبقيت بحطهم كده مع بعض. وبعدين كانوا بيتعبوني لما كنت بشد الملايه، كانوا بيتعبوني قوي لما اشد ممكن الملايه ذات نفسها واسيب الكيس المخده وافضل بقى الف حوالين نفسي ادور عليه في الدولاب. فلما بحطهم كده في قلب بعضهم بطلع كده بشد الملايه بحاجاتها، فكده احسن بكتير يعني. لو عايزين بقى اصور لكم كده جولة في الدولاب بس بتاع اوضه النوم، يعني الجزء اللي هو فيه المفارش وكده اوريكم انا رص ازاي، مفيش مشكلة تمام. انما بعيدا يعني عن بقية الاوضة وكده انتوا عارفين يعني ده مبدأ ومش هغيره. ف مش هينفع يعني، دي خصوصية وكل واحد يعني على حسب ما بيرتاح. بس لو عايزين يعني اللي انا يعني ادي فكرة لاي عروسة اللي هي مثلا تنظم دولابها ازاي، او مثلا اي واحده متجوزه مثلا حابه اللي هي تجدد يعني او تغير شكل الدولاب، ممكن ان انا اديكم في افكار بسيطه واصور معاكم يعني ايه تفاصيل كده الدولاب. برضو مقاطع كده بسيطه ممكن اوريكم كده جوله كده سريعه، آه يعني اديكم فكره مش اكتر يعني. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت، ويعني بفرز الهدوم بقى اللي هي تتعلق كنت بركنها كده على جنب و... وبرضو ايه بقيتها هتبقى في قلب السبت و... ولما باجي بقى برص في الدولاب بقوم معلقه بقى الهدوم دي كلها. طبعا هنا العيال كانوا صاحيين بدري معايا للاسف، وانا ما بحبش اعمل حاجه في الشقه لو هم نايمين عشان انجز. لان انا غير اللي انا انجز، اللي هم بفضل بقى في مناهده يعني، بتعب في الترويق والعمايل ويعني والحاجات اللي بعملها في البيت، وفي نفس الوقت بتعب في المناهده. فاهمين انتوا اكيد المامي بقى يعني اللي عندهم اطفال كده زي اكيد فاهمين اللي انا بقوله يا جماعه اكيد، يعني مش محتاجه ان انا اقول الكلام ده. فاكيد بيتعانوا نفس المعاناة. فهم بقى ايه قاعدين كده جنبي على الركنة وعايزين يناموا. طب انتوا صاحيين بدري ليه؟ طب لما انتوا عايزين تناموا طب خشوا ناموا، ما الأوضة عندكم ناموا. عمالة افهم فيهم واتكلم معاهم، واللي هو بقى عمالة اعرفهم اللي انا زعلانة منكم، يعني انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ فطول الفيديو عمالة اتكلم معاهم. وايلين الاستاذة ايلين دخلتها مرة، طبعا فصلت الكاميرا وقلت بقى ايه ادخل انيمها الاول عشان يعني تعبتني بجد، وكل شويه كانت بتروح عند التصوير. وانا عايزه اقول لكم الفيديو ده طلع عيني بجد حرفيا في المونتاج، اكتر فيديو في الحياه اكتر فيديو بجد نزلته على القناه تعبني في المونتاج بتاعه بجد، تعبتني برغم التنظيفات بتاعه العيد برضو كانت تعباني، وكانت كل شويه تيجي قدام الكاميرا. بس الستاند عشان المره دي كان واطي وصغير، يعني كان قصير على الارض، فكانت طايلاه، فكل شويه تروح عند الكاميرا، كل شويه تروح عند الكاميرا. طب يا حبيبتي نامي، يا ماما نامي خليني اخلص اللي ورايا. انتوا صاحيين ليه؟ عماله اقول لهم انتوا صاحيين ليه؟ صاحيين عشان تخلوني انهد بقى وما اعملش حاجه خالص، ولا صاحيين ايه بقى؟ يعني بابا بقى موثقوا عليا قبل ما يمشي ولا ايه بالظبط؟ كانوا مجننيني يعني. ربنا يهديهم يا رب، ادعوا لي كده كتير اللي ربنا يخليهم لي وربنا يبارك لي فيهم يا رب. و اديكوا شايفين تطلع. وانا طبعا في كذا حته في الفيديو، بس طبعا متشاله زي ما قلت لكم يعني بتنزل واطلعها وتنزل واطلعها كده، يعني طول الفيديو على كده. فطبعا ما رضيتش اجيب لكم المقاطع دي عشان ما تزهقوش منها، جبت لكم كده كام لقطه كده وهي نازله، اللي انا بوريكم بقى هي بتضايقني ازاي يا جماعه عشان تعرفوا بس. ف ادعوا لي بقى ربنا يقويني عليهم، لانه بجد تربيه العيال صعبه جدا. يعني انا مش بخوف اللي لسه مقبلين على الجواز، بس هي فعلا لازم تبقي متجوزه وعارفه كويس اللي دي مسؤوليه، مش اللي هو هيبقى شهر عسل او سنه عسل، او لو حتى هتاخدي شهر عسل مش هيبقى كل السنه عسل في عسل، لا، انت تعرفي ان انت داخله على مسؤوليه كبيره. وطبعا احلى
احلى مسؤوليه في الدنيا، اللي انت تبقي مسؤوله عن اطفال بجد، وتبقي انت القدوه بتاعتهم، وانت مثل ليهم في كل حاجه، وانت اللي بتعلمي، وانت اللي بتاكلي، وانت اللي بتشربي، فبتبقي عارفه تفاصيل يومك، وبتبقي عارفه قد ايه يعني والدتك تعبت معاكي، وبجد الامهات دي بيتعبوا، فربنا يخليهم لنا وربنا يحفظهم يا رب. وربنا يشفي امهات المسلمين جميعا ويشفي والدتي. فالحمد لله يعني. آه الامهات بتتعب بجد، واحنا مش معنى ان احنا مش بنقول لهم انتوا بتتعبوا او كده، بس آه احنا عارفين كويس اللي هم تعبوا قد ايه علينا، فدي اكيد حاجة عمرنا ما ننساها يعني. المهم انا هنا نسيت اقول لكم بقى، يعني يا جماعه بجد بجد، يعني انا قلت لكم الفيديو ده، الفيديو اللي فات فعلا بجد المشاركه حلوه، يعني انا مش قصدي حاجه بجد، بس فعلا المشاركه حلوه، يعني انا اصلا انا يعني بشوف حاجات كتير كده وقصص غريبه بسمعها، ويعني رجاله كتير بتحب تحسس نفسها اللي هم بقى ايه يعني، اللي هم في عصر سي السيد يعني، فاهمين؟ فيعني لا يا جماعه بجد، يعني حاولوا تشاركوا حتى لو بحاجة بسيطة، بجد دي بتفرق في نفسية الواحدة جدا، وبتفرق في نفسية الأولاد لما يطلعوا يلاقوا باباهم بيشارك مامتهم في كل حاجة، و ويعني بيعمل معاها كل حاجة، هما كمان هيطلعوا أطفال منظمة، وأطفال هيطلعوا لما يكبروا كده هيطلعوا يعني شخصيات محترمة، وشخصيات عارفين يعني ايه بيقدروا تعب الشخص اللي قدامهم. فيعني دي حاجة لازم أي راجل يعملها بجد، وبجد بتفرق في مع الست جامد. وحتى لو ما قالتلكش حتى كلمة شكرا، يكفي اللي دي عند ربنا، وعلى فكرة هي بتبقى عارفة كويس ومقدرة اللي انت ساعدتها، ومقدرة اللي انت في شغلك وطلعان عينك وبتشقى وبتتعب عشان خاطرها هي والأولاد، هي بتبقى مقدرة الموضوع ده كويس، بس برضو مش شرط اللي هي كل شوية تقولك اللي أنا مقدرة، يعني هي بتقدر بس بطريقتها، وانت المفروض تقدر بطريقتك اللي انت تساعدها وتبين لها اللي انت فعلا حاسس بيها وحاسس بتعبها طول اليوم مع الاولاد وكده، حتى لو هتساعدها في حاجات بسيطة، حتى لو هتمسك لها الاولاد شوية لغاية اما تخلص اللي وراها، دي كلها حاجات بسيطة بس بجد فعلا بتفرق، يعني بتفرق جامد. فربنا يهدي النفوس، وربنا يعين كل واحدة على بيتها، ويعين كل راجل على شغله، وهي الحياة كلها أصلا فيها ضغوطات مش مستحملة، فشيلوا عن بعض وشيلوا الحمل عن بعضكم، وربنا يهونها ونطلع منها كلنا على خير يعني. هنا بقى أنا خلصت تطبيق وشلت كل حاجة في يعني في الأوضة المختصة بيها، كل يعني هدوم الأطفال دخلتها في أوضة الأطفال، وهدوم أوضة النوم دخلتها أوضة النوم، وأنا قلت بقى إيه أرصها تاني يوم، لأن اليوم فعلا بجد كان طويل معايا. خلصت بقى التطبيق وطلعت بقى هنا إيه، قلت أكنس كده اخد بالمره ايه، مرضتش امسح، انا طلع في دماغي ان انا امسح، بس قلت مش همسح الا لما اكنس الاول، لان انا روقت وعملته في الاخر هسيب السلم كده، فقلت لا لا يمكن، مسكت بقى السلم كله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ما عرفتش اصور لكم وانا بكنس قوي، عشان انا كنت طبعا ما فيش حد بيصورني وانا كنت بصور، فكنست كده وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، وقلت همسحه بقى بس في يوم تاني، لان انا بجد تعبت وهو كان مليان تراب، التراب ده بيجي منين مش عارفه بجد يا جماعه، بس كانت النتيجه كانت مرضيه بالنسبه لي. كنسته، وطبعا انتوا عارفين اي ست بيت شاطره عنوانها باب قدام باب بيتها، او عامه السلم، لو السلم مش نظيف يبقى اعرفوا ان الست دي مش نظيفه، اعرفوا كده وش كده على طول. لا انا مش بيجي لي حد والله يا جماعه، بس يعني كل فين وفين لما بيجي اهلي او كده، بس طبعا الواحده بتعمل عشان هي نظيفه، مش عشان بتعمل عشان حد جاي لها او حد مش جاي لها، فاهميني؟ يا ريت تبقوا فاهمين الكلمتين دول كويس، تمام؟ المهم انا جيت هنا بقى قلت امسح، بعد ما قلت مش همسح وخلاص بقى قلت هقفل الروتين على كده، لا قلت همسح بقى، لازم امسح والمع الارض عشان احس كده بالريحه الحلوه وبنظافه الشقه. لان انا لو بكنس بس بحس ان انا كده ما عملتش حاجه خالص في الشقه، ولا اكني روقت ولا اكني نظفت، فلازم تكمل كده بتلميع كده السيراميك. طبعا انا بحب امسح بيقولوا عليها ايه، خيشه او قطعه قماش، مش عارفه بيقولوا عليها ايه، المهم يعني شرشوبه، تمام؟ فقلت امسح كده بيها،
وطبعا انا بحبها جدا لان هي بتلمع كده الارض. وان شاء الله هجيب اللي هو الجردل الجديد ده، بصراحه عجبني. انا ما جربتوش، بس اللي جربه يا ريت يقول لي، يعني لو هو فعلا بينظف في المسح يقول لي، لو مش بينظف خلاص خلينا في دي. انا عندي اللي هي الجردل اللي هو الدوار ده، والشرشوبه بتاعته. بس انا يعني وجديد زي ما هو يا جماعه، وما استعملتوش الا كام مره. بس بصراحه دي بحبها جدا، لان انا كل شويه بروح كده على الحوض بتاع الحمام وتحت الحنفيه كده، وبغسلها كويس بالاريال بقى والكلوريكس وبحط لها شويه دوني، احط لها شويه معطر كده يعني عشان تدي ريحه كده، وتبقى على طول معايا الشرشوبه تبقى نظيفه يعني. عكس ما اجيب الجردل وافضل احطه في نفس الميه وكده، لا بيبقى الموضوع يعني بالنسبه لي كده اسهل. مسكت برضو المطبخ كده، كنت انا منضفه المطبخ اول حاجه خالص عملتها. يعني بعد ما روقت الشقه، اول حاجه في الروتين بتاع النهارده في الفيديو ده، يعني روقت المطبخ وكده حسيت ان انا خلصت جزء من الحاجه اللي انا ناويه اعملها. فبجد المطبخ بيبقى همه كبير، في مره هعمل لكم روتين فيه. المهم انا هنا كنت خلاص مسحت بقى وخلصت، والارض بقت نشفت كده، و وفرشت كده بقى على قد ما اقدر، يعني الحتت اللي كنت رافعاها كده عشان مطرح ما مسحت. وهنا الاستاذه روزي كانت عماله تشتكي لي من ايلين اللي هي خدت لعبها وضحكت عليها. طبعا كنت عايزه اروح احميهم، لبسوا الهدوم من غير ما يستحموا، فقلت لهم خلاص بقى خلوها تاني يوم بحميكوا. شطفتهم كده ولبسوا بقيه الهدوم، وقلت يلا مش مشكله بقى احميهم تاني يوم، لان انا بجد اتهلكت وكان لسه ورايا اكل بقى هعمله. هنا بقى ايلين عماله بتغيظ فيها، وهي عماله تضحك، واقول لها ايه رايك في ايلين؟ بص ايلين بتعمل ازاي، مسخره اروزي. هنا بقى جيت عملت بقى هنا ايه يا جماعه، قلت بقى اعمل الكشري اللذيذ. شايفين شكل الكشري؟ طب يا ترى الكشري ده بقى اتعمل ازاي والجمال والحلاوه دي كلها؟ لا لايك بقى يا جماعه، اللي وصل بقى الوقت الفيديو في الوقت ده، ووصل المقطع ده، مقطع طبق الكشري الجميل اللذيذ ده، يضرب بقى اللايك الجميل والاشتراك الجميل وفعلوا الجرس، عشان خاطر لازم تشوفوا كل الفيديوهات اللي جايه بعد كده، هتبقى دمار دمار يعني. المهم انا هنا جبت بقى العدس الحمص، وكنت نقعاه من قبليها بالليل، وسبته غسلته كده غسله كويسه، وبعد كده نقعته. وبعد كده بجيبه بقوم بقى ايه غالياه كده في ميه، وبحط له معلقه ملح، وبسيبه بقى يغلي على النار. ومن وقت للتاني ببص عليه عشان ما يتهريش مني، وبشيل الريم اللي عليه، وببتدي اللي انا عشان الريم طبعا بيتشال لاني تقريبا بيمرر يعني. فانا بشيل الوش كده بتاعه او الريم اللي من فوق ده، بشيله كده زي ما انتم شايفين. وهنا كان بيغلي بقى كده، يعني هو ما بياخدش وقت طويل، لان حركه اللي انت تسيبي الحمص منقوع من قبليها، او تحطيه في ميه سخنه او ميه مغليه يعني. دي طبعا الحركه دي بتسرع معاكي في السوا، تقريبا بيكون يعني استوى نص سوا تمام، وانت بقى بتكملي النص التاني، نص السوا التاني على النار. العدس برضو بجيب نفس الحله اللي انا عملت فيها الحمص، بشطفها شطفه كده. طبعا هي من مطرحها حمص يعني، او اكل عامه يعني، مش مطرحها حاجه. فبتشطفيها شطفه تحت الميه كده تحت الحنفيه، وببتدي اعمل فيها برضو الخطوه اللي بعد كده. العدس بسلقه برضو، بعد ما بسلقه بطلعه بقى طبعا بصفيه، وبحطه بقى في البوله بتاعته. وهنا كنت جايه بقى في نفس الحله برضو شطفتها، وجيت بقى هنا عملت صلصه الكشري. بحط كده معلقه كبيره توم مليانه، معلقه توم كبيره كده مليانه او معلقتين، وببتدي اللي انا انزل عليها بالطماطم، عصير الطماطم اللي انا ضرباه في الخلاط. وبنزل بقى بمعلقه كمون صغيره، ومعلقه فلفل اسمر صغيره برضو، و وبحط هنا ربع سكر، ربع معلقه سكر، ده عشان طبعا دي طماطم فريش مش طماطم متسبكه تمام. الطماطم بسبكها بحط لها كده كده يعني، اللي بتبقى متفرزه عندي في الفريزر بحط لها برضو سكر، بتفرق قوي في الطعم يعني. جربوا تعملوها وهتعجبكم يعني، وانتوا بتسبكوا الطماطم لو انتوا بتفرزوا زيي. هنا بقى طبعا حطيت ورقه ماجي في الصلصه برضو، وسبتها كده بقى تعمل مع نفسها، تتسبك مع نفسها كده. وطبعا انا بزود توم ليه في الصلصه بتاعه الكشري، لان هي اصلا اساسها توم يعني، فده اساسي. انا بوريكم هنا بقى الحمص كان خلاص خلص، حطيته في بوله وشطفته كده من ميه الغليان بعد ما يعني استوى وكده، وحطيته كده في ميه تاني بحطيت عليها بشويه ملح، يعني ربع معلقه ملح كده صغيره خالص، عشان خاطر يعني ايه بعمله
هو خلاص استوى، فانا بعمله زي الحمص بتاع العيد اللي انتوا بتعملوه في العيد جنب الترمس وكده. فحركه اللي انا احطه في ميه دي بصراحه حركه اختي حبيبتي. يعني بقول لها شكرا بقى من الفيديو على التركية الصغننه البسيطه دي، بس بجد كانت فكره حلوه. هي قالت لي حطيه في قلب ميه وسيبيه في التلاجة عادي حتى لو ما غطيتوش، عشان خاطر ما ينشفش منك ويبقى ناشف، يعني يبقى طري، يعني سوري يبقى طري. تمام. آه طبعا لما بتعوزي وبتحطي بقى بتحضري الكشري، بتبتدي تطلعيه كده بمعلقه او بمغرفه او حاجه، وعادي بتصفيه من الميه وبتحطيه عادي على الكشري، وبيفضل الباقي منه محطوط برده في الميه في قلب التلاجة. وطبعا بيبقى طري بصراحه، لما بطلعه لقيته طري. فالما شابوه ليها بجد، يعني فكره حلوه. ممكن تكون يعني بسيطة، بس التركية جميلة بصراحة. وهنا العدس اهو حطيته في البولة وجهزت كل ده. اقول لكم بقى انا جهزت يعني الدقة ازاي والشطة ازاي. انا الدقة اول حاجة عملتها، جبت طبق ألمونيا كده صغير. وهنا خلاص تسبيكة الصلصة كانت خلصت. جبت بقى طبق صغير كده ألمونيا، وحطيت فيه معلقة توم كبيرة، وحطيت فيه معلقة خل. وطبعا بحط مقدار المية اللي انتوا عايزينه يعني. انا حطيت حوالي يعني كوباية مية صغيرة او نص كوباية مية من اللي هي الكبيرة. وابتديت اللي انا انزل عليها بمعلقة الخل طبعا، وبمعلقة كمون. طبعا الدقه بتحب الكمون الكتير، بس ما تكتريش قوي، عشان كل ما بتكتري او الحاجه بتزيد عن حدها يعني بتتقلب ضدها زي ما بيقولوا. فطبعا اللون اللهم صل على النبي، لون الدقه بتكون لونها غامق، فانا مش عايزاه لونها غامق، انا عايزاها تبقى في الوسط، تبقى اللون المصفر الحلو ده اللي احنا زي ما بنشوفه في المحلات. طبعا جيت بقى حطيت في الاخر، طبعا حطيت الملح، حطيت الكمون، وظبطت الحدق بتاعها، وبعد كده سبتها كده تغلي مع بعض. واول ما دخلت على الغليان، ابتديت اللي انا اعصر عليها نص ليمونه، وطفيت عليها بقى، يعني انا بطفي عليها وبعصر عليها نص ليمونه. وكانت ريحتها فظيعه يا جماعه. الشطه بقى، طبعا هقول لكم الشطه هعملها ازاي، بس انا هقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه. انا هنا كنت جبت الحله كبيره، سلقت فيها المكرونه، طبعا بسيب الميه تغلي، وابتديت ان انا انزل كيس مكرونه سباكيتي. قطعته كده اربع قطعات كده، وعشان يبقى صغير يعني تبقى كويسه وسهله معايا في الاكل وكده. وحطيت كيس مكرونه صغيره وكيس مكرونه اللي هي الخواتم الكبيره شويه. سبتها بقى تغلي مع نفسها. طبعا بحط في الميه طبعا معلقه ملح كبيره ومعلقه زيت كبيره، وبسيبها بقى تغلي مع نفسها. بطلع المكرونه دي، بقوم شطفها شطفه تحت الميه، ميه طبعا ساقعه كده، بنزل عليها تحت الحنفيه كده، بنزل المكرونه تحت الحنفيه، بتكون بقى ميه ساقعه نازله عليها كده. وببتدي بقى ايه، اللي انا اشطفها شطفه بسيطه، واقوم سايباها تتصفى. بعد ما بتتصفى برجع احطها في الحله تاني، وابتدي انزل عليها بزيت، او في بوله كبيره او في طبق كبير، وابتدي بقى انزل عليها بزيت، وابتدي اقلبها كده في قلب بعضها كده. طبعا بتفلفل معاكي. في ناس بترجع تحطها في الحله تاني، وبتقوم ايه، بتسيبها على النار، تبتدي ايه تتشوح شويه، يعني على النار تقلي فيها كده شويه وهي فيها الزيت على النار، يعني تشم النار شويه، مش فاهمه ليه. تقريبا عشان خاطر يعني ما تبص منك، او تقعد يعني الكشري ما يبص، او المكرونه يعني ما تبص، حاجه زي كده. بس انا بعملها كده بالزيت على طول، وبتبقى جميله بصراحه، ما بحتاجش احطها على النار. هنا بقى انا كنت بعمل الرز. طبعا سيبكم بقى تشوفوني انا بعمل الرز ازاي. طبعا انتوا عارفين انا بعمل الرز ازاي. كنت بعمل رز بشعريه. وهقول لكم بقى على طريقه الشطه بتاعتي، كانت بجد شطه زيت تحفه تحفه بجد يا بنات. آه الشطه بتاعتي انا بجيب معلقه شطه كبيره من اللي هي الشطه الحمراء العاديه، وبحط عليها يعني بمقدار معلقه زيت كبيره، وبنزل عليها بمغرفه صلصه، او مغرفتين على حسب الكميه صلصه من اللي انت مسبكاه، او ممكن عادي لو ما عندكيش، ممكن او انت عاملاها للكشري ومش هتكفي مثلا، ممكن اللي انت تعملي بالصلصه العاديه المعلبه. دي هتنفع ودي هتنفع، عشان انا جربت الاتنين، فبقول لكم بقى على حسب ما انا جربت. برضو حطيت مع حدقت، حطيت برضو ملح، وحطيت معلقه شطيطه كده صغيره. الشطيطه دي انا ببقى مفرزاها عندي في الفريزر، وبطلعها كده، بحطها في علبه، وبطلع منها لما بعوز. هنا بقى خلصت بقى الشطه وكل ده. جيت بقى حطيت، عملت هنا كان الرز خلاص استوى. وهنا كنت
كنت مقطعه بقى البصل وعملت بقى البصل كده في الزيت. البصل بقى بتاعي انا بغسله بقطعه وبقوم حاطه له كده، يعني بعفره كده بشويه دقيق وبنفضه كده بالدقيق كويس، وبقوم حاطاه كده في زيت غزير، زيت يكون يعني قادح كده، وبقوم نازله عليه بقى وبطلعه وبصفيه. منظر الطبق رهيب يا جماعه، رهيب بجد. طبعا انا معلومه كده صغيره، انا زي ما قلت لكم انا بعمل كل حاجه، يعني بعمل كل حاجه طبعا لوحدها. جربت اللي هو الكشري اللي هو في حله واحده، ما عجبنيش خالص يا بنات بجد، ما كانش حلو وكان معجن ومش حلو خالص، يعني انا جربته. يعني انا شفت قنوات كتير عاملاه، وممكن ما اكونش وريت لك كل التفاصيل، فاهميني؟ يعني ممكن يعني لو عجن معاه حاجه مش هتوريكي، يعني هتوريكي بس التفاصيل معينه، وطبعا في حاجات مش هتبقى واضحه قوي ليكوا في الكاميرا، تمام؟ بس انا عن تجربه شخصيه انا جربته، ما عجبنيش خالص. طبعا انا الشطه كنت هنا مقطعه عليها طماطميه كده صغيره، بتبقى عامله زي شطه الكشري اللي في المحلات بالظبط. فجميله هتعجبكم. ويلا بقى وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب اكون خفيفة على قلوبكم، ويا رب الفيديو ما يكونش طويل معاكم. قولوا لي افكار تحت في التعليقات، لو حاجة عجبتكم قولوا لي عليها، لو فكرة معينة عايزين نعملها لكم قولوا لي. وصلنا بقى لنهاية الفيديو، واشوف وشكم على خير. سلام.